السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل المبكبكة باللحمة المفرومة. هنا جبت حلة وحطيت فيها شوية من الزيت مع بصلاية كبيرة كده قطعتها قطع صغيرة. بعد كده هنزل عليها بقرن فلفل حامي مع 3 فصوص من الثوم مقطعهم كده برضو قطع صغيرين، وملح، فلفل اسود، كمون، مع شوية بهارات مشكلة. وهقلب ده كله لغاية ما اشم الريحة بتاعتهم. ما شاء الله جميلة يا جماعة. جبت عصير طماطم فريش بعد كده وهضيفه عليهم مع معلقتين كبار من الصلصة، وهقلب ده كله كده مع بعضه لغايه ما تتسبك معايا شويه. وبعد كده هضيف لها ميه سخنه. اول ما تبدا بقى في الغليان هجيب اللحمه المفرومه بتاعتي الاول اهي، هي متعصجه جاهزه تمام. هتغلي غلوه وبعدين اضيف المكرونه بتاعتي بالشكل ده، وكل ما احس ان الميه قلت هزودها شويه لغايه ما المكرونه بتاعتي تستوي. وكده خلاص خلصت، وبالهنا والشفا. مع السلامه.